صبحكم الله بالخير. صباح الخير يا ابو حمود صاحب مشروع الحمام الفرنسي، بسم الله. وصباح الخير يا اخوي بدر صاحب علامة جوز حمام تجهيز الكشنة. سأكون معكم الوصفة والتعليق اخوكم ابو سارة. هذه الكشنة فيها اكثر من 7 انواع بهارات، معنى الحلو ذا والجميل هذا او الجميل ذا، كثروا من ذا. كمشة بسيطة من الليمون الاسود وبعض الخفايف الملونة الجميلة. الله ونثرة بسيطة من ورود كليل الجميل. الله يجعل حياتكم ورود ويجعلها في زود ومن زود إلى زود. صب من الزيت وزود. كذلك تأخذ الحميمة وتقصها من الخلف من جهة الظهر إلى الأقدام. لماذا؟ والله ما أدري، تعودت. ولكل امرئ من الله 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 الله. أيوة، شكل الكشنة بعد الخضخضة. جيب الشيخة ذي 7 والشيخة ذي 7، طبق السلام. قليل من السبك على نار هادئة. متابعي العزيز، حطها على عين عالية ثم حط عليها من الموية الحارة، ولكن لعل الأمور طيبة، لعل الأمور طيبة في الطريق إلى مرقة خاثرة بإذن الله تعالى. طول بالك، لا تستعجل والأمور بتزين. الجدر تكابرت على الجوز اللي الحبتين، حجم وسط، لكن ما شاء الله تبارك الله. هنيك يا أبو حمود صاحب مشروعنا، وهنيك أخوي بدر صاحب مشروع أو علامة جوز حمام. الحمام الصغير أخو الكبير ما شاء الله تبارك الله، جبار. حتى أن ودي أزيد بعض الخضار، بس خلاص القدر حده. يا سلام على مرقة الحمام، تاكلها عقب ما تظهر من الدوام. أنا غير مسؤول عن النتائج يا جعف العافية. صب لنا من موية الغلاية، ومرقتك يبغى لها صفاية. كثرتك للجبل يا ابو سوسو، يا لا 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 لا، ولعلنا نسينها ملح البحر. ولا تدقق لا تدقق على كثر الدهن، كلنا ياخذ حقه عادل مهما طال الزمان. لون مو بكله ترى دهن يا ربع، صح في طبقة منها دهن، لكن ترى اللون ماخذ من البابريكا ترى. ولا تدقق، نعيدها، لا تدقق على كثر الدهن، كلنا ما حدنا ميت قبل يومه مهما طال الزمن. هذه بيلها شيل. هذه أوريكم الدليل أن هذا اللي كله ليس دهن صافي. لاحظ، مرقة مع دهن. ولا تدقق. على خلفية هذا المنظر البديع اللي بحمام يا الربع من أهل الرياض، يكتب في ذاك التطبيق اللي يوديك للأماكن جوز حمام. ومرحبا. هذه المرقة عقب ما قامت ساعة على نار هادية. نزيد عليها شوي كزبرة، اسم بس كزبرة أو بقدونس، ما أنا زود فرق، لكن نكهة الكزبرة فيها شيء، فيها طعمة عجيبة يعني. فانتوا جرب. يلا حي الربع، هذا الشكل النهائي بعد ما استوت المرقة ما شاء الله تبارك الله. طبعا سالفة صبغة البابريكا صراحة أسحبها يعني، والله واضح زيت يعني ما تنترقع، لكن على كل حال نقدر نصفي ونستمتع. عسى الله يديم علينا وعليكم النعمة. طبعا حقين الكبسة ما يسمعون إلا بنثرية يعني على هالمرقة صراحة، لكن في طريقة ثانية ممكن تنفع لو أنت من أهل الاهتمام بالطريقة هذه. خلكم معي شوف وين نروح الآن بإذن الله تعالى. القاء نظرة أخيرة مع الشقلبة، ويلا لك الحمد يا ربي، لك الحمد لك الشكر. هيا بنا. هذا البر يا شباب مع المرقة شيء